النهارده هنتكلم عن واحدة من أعرق البطولات في تاريخ كرة القدم، بطولة أفريقيا، واللي زعيمها الأبدي فيها هو منتخب مصر اللي خدها 7 مرات، وده اللي هنتكلم عليه النهارده بالتفاصيل. الاتحاد الأفريقي تم إنشاؤه سنة 1957، وكانت 4 دول بس اللي شاركوا في إنشائه، وهم مصر والسودان وأثيوبيا وجنوب أفريقيا. وساعتها قرروا يعملوا بطولة بتضم الدول الأفريقية، وفعلا في شهر فبراير 1957 عملوا بطولة بتضم ال4 دول اللي شاركت في تأسيس الاتحاد الأفريقي. طبعا البطولة كانت صغيرة وما فيهاش تصفيات، وكان الدور قبل نهائي ونهائي بس. خلاص؟ امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ بسم الله ما شاء الله. بعد ما اتعملت القرعة كانت مصر ضد السودان وجنوب أفريقيا ضد أثيوبيا، وساعتها جنوب أفريقيا قررت تشارك باللعيبة البيض بس، وده كان بسبب سياسة الفصل العنصري اللي كانت موجودة وقتها في جنوب أفريقيا. انت راجل مش جدع. بس بقيه الدول رفضت وقرروا استبعادها، وبكده اتأهلت اثيوبيا للنهائي على طول. اما ماتش مصر والسودان ما كانش سهل. سجل لمصر الهدف الاول رأفت عطية لاعب الاتحاد السكندري والزمالك، وده كان اول هدف رسمي في تاريخ البطوله من ضربه جزاء في الدقيقه 21. بس المنتخب السوداني قدر يرجع في النتيجه ويسجل هدف بقدم اللاعب برعي احمد البشير، وكان الماتش متكافئ ما بين الفرقتين. بس قدر اللاعب المصري محمد دياب العطار واللي شهرته الديبه يسجل هدف ويخلص الماتش لصالح مصر في الدقيقه 72، وكده بقت مصر في النهائي قدام منتخب اثيوبيا، واللي متوقع انه هيكون ماتش صعب، بس اللي حصل كان العكس. ومحمد الديبه ما اكتفاش بالهدف اللي جابه في السودان، راح رزع اثيوبيا في النهائي سوبر هاتريك. هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ واللي ما يعرفش الديبه فهو مش بس من اشهر اللعيبه في تاريخ مصر، لا ده اتصنف من اعظم 200 لاعب في قاره افريقيا سنه 2007. وكده حققت مصر اول بطوله افريقيا في التاريخ بقياده المدرب مراد فهمي، وخدت ديبه وقتها لقب الهداف برصيد 5 أهداف في ماتشين بس. البطولة الثانية كانت بعد سنتين، سنة 1959، والمرة دي كانت في مصر. كان فيها نفس ال3 منتخبات اللي لعبوا أول بطولة، وهم مصر والسودان وأثيوبيا، بس نظام البطولة المرة دي اختلف عن البطولة اللي قبليها، وبقى بنظام المجموعة الواحدة بتتحسب بالنقط. وكان أول ماتش بين مصر وأثيوبيا وخلص 4-0 لمنتخبنا المصري برضه، وسجل الأهداف هاتريك للكابتن محمود الجوهري، وبسببها بقى هداف البطولة، وهدف كمان للكابتن ميمي الشربيني. انا مش عايز حاجه من مصر، انا عايز اعرف مصر عايزه ايه مني، عايز اعرف مصر عايزه ايه مني. والماتش التاني كان قدام السودان وبنكسب 2-1 برضه، وسجل الهدفين الكابتن عصام بهيج، وكده مصر بقت في المركز الاول برصيد 4 نقاط، لان كان النظام ساعتها اللي يكسب ياخد نقطتين بس مش 3. وكده بنحقق البطوله للمره الثانيه على التوالي، وكده احنا بقينا زعيم القاره ومفيش حد زينا، وشكلنا كده هنحتل البطولات لسنين طويله. بس انا عايز اقولك ان احنا قعدنا 27 سنه بعديها عشان نحقق البطوله الثالثه، بس عشان كان لازم نكسبها نظمنا البطوله على ارضنا سنه 86. الشارع اللي علمنا كده، اخطف واجري. بطولة 86 كان معانا جيل ذهبي زي الخطيب ونجم البطولة طاهر أبو زيد وجمال عبد الحميد وثابت البطل ومصطفى عبده وربيع ياسين وأشرف قاسم، يعني أساطير اللعبة اللي نعرفهم دلوقتي. وكانت تحت قيادة فنية بمدرب إنجليزي اسمه مايك سميث. نظام البطولة ساعتها اتغير واتطور، والبطولة بقى فيها 8 منتخبات متقسمين على مجموعتين، ويتأهل أول وتاني مجموعة ويلعبوا بعض في دور قبل النهائي. ساعتها معانا في المجموعة منتخب السنغال، وخسرنا منهم أول ماتش 1-0. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يح. والماتش التاني لعبنا كوت ديفوار وكسبناه ب2-0 عن طريق شوقي غريب في الدقيقة 73 وجمال عبد الحميد في الدقيقة 83. وفي الماتش التالت قدرنا نكسب موزمبيق 2-0 عن طريق نجم البطولة طاهر أبو زيد في الدقيقة 13 و15. ويبقى ترتيب المجموعة مصر في الصدارة بفارق الأهداف عن كوت ديفوار، عشان نقابل المغرب في نص النهائي ونكسبها 1-0 عن طريق النجم طاهر أبو زيد، ونوصل النهائي عشان نلاعب منتخب الكاميرون اللي كان ساعتها مرعب وكان حامل اللقب. بس دي فرصتنا عشان نحقق البطولة من تاني في استاد القاهرة وقدام جمهورنا اللي قفل الاستاد ساعتها، وكان فيه أكتر من 100,000 متفرج. بس بيخلص الماتش 0-0 وبنروح لضربات الترجيح، والحمد لله قدرنا نكسب ونفوز ببطولة 86 بعد ماتش كبير مع منتخب الكاميرون. الله عليك يا بلد. كده الحلقة خلصت، وده كان الجزء الأول، والجزء التاني هينزل بكرة إن شاء الله. وكونك إنك وصلت لغاية هنا يبقى الحلقة عجبتك، ما تنساش اللايك والكومنت والشير، واستنونا الحلقة الجاية إن شاء الله. كان معكم إسلام أوتاكا وبرنامج باكورد. السلام عليكم.